السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبايبي. هنعمل النهاردة أكلة جميلة جدا وناس كتير بتحبها. يا ريت تجربوها إن شاء الله هتعجبكم جدا. هعمل مكرونة بالدجاج اللي هي النجرسكو، طبعا كلكم عارفينها. بصوا جبت 3 بصلات متوسطين فرمتهم وقطعت الدجاج صغير زي ما انتم شايفين، وجهزت معاهم 3 معالق دقيق عشان البشاميل، وطبعا الجوز الطيب ده اساسي في البشاميل، و2 مرقه دجاج، وكمان 4 كاسات حليب. انا حطيت واحده بس، الباقي هيبقى هحطه اهو. ودوت زيتون مخلي وفلفل مقطع صغير. ونبدا مع بعض الاكله اهو يا حبايبي. اروح نازله عليهم بالحليب بسم الله. اول كاسه واسيبها شويه قبل ما اجهز الباقي. انزل بالكاسه التانيه واقلب بسرعه عشان الخليط ما يكلكعش معاكي. اهو بسرعه جدا. تالت كاسه حليب. بسرعه 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 بسرعه. لو كلكعت منك ما تقلقيش، ممكن تضربيها في الخلاط او لو عندك هاند بلندر. تمام اهو. طيب قلبي حطيت قطعه زبده صغيره على معلقتين زيت عباد، وهنزل بيها بالدجاج بتاعي اهو. هديها شويه تقليبه كده. حبايب قلبي بصوا هنزل عليهم بالبهارات اللي هي عباره عن ملح وفلفل وبابريكا وشويه قرفه صغيرين. ماشي، هديها شويه تقليبه كمان. خلاص هي كده. اروح انا جايباها بقى على جنب اهو. اجيبها على جنب كده وانزل عليها بالبصل. جبتها على جنب وهنزل عليها بالبصل اهو بسم الله. تاخد تشويحه مع بعضها. بعد ما البصل يتشوح شويه هقلبهم على بعض. طيب قلبي هعمل البشاميل معاكم. معلقتين زبده، معلقتين زبده، وهنزل بيهم بمعلقه زيت عشان ما يتحرقش مني. اول ما يسيح كده شويه بنزل عليهم بمعلقتين الدقيق اهم. بستنى تسيح سنه اهي. يلا بينا بسم الله بسم الله. واقلب كويس. حبايب قلبي خلصت الكوبايه الرابعه. وبصوا هو ده بقى المزيج بتاعنا بتاع البشاميل. بصوا متوسط ازاي. اوعي تعمليه تقيل عن كده هينشف معاكي المكرونه، ولو عملتيه خفيف هيفضل خفيف كده برده مش هيبقى كويس. فهو ده احلى مقاس ليه. هحط له بقى شويه فلفل اسمر. طبعا لو عندك فلفل ابيض تمام. مش هحط ملح عشان انا حاطه مرقه دجاج. حاجه واحده بس اللي هحطها جوز الطيب اهو يا بنات. بصوا حبايبي بتحطي رشه كده ما تكتريش برده. خلاص بعد كده خلاص. بصوا الفراخ اخدت صدمه وكانها اتسوت ازاي. بصوا طعمها هيبقى روعه. بصوا الجمال. بعد كده بقى بقلب معاها البصل اهو. نديها بقى طراوه بقى بعد ما انا نشفت الفراخ لوحدها اهو. بعدين المرحله الجايه اللي بعدها بنزل عليها. بصوا يا بنات بنزل عليها بالفلفل اهو. حطيتيه اخر حاجه عشان ما يبقاش دبلان معاكي اهو. بعد كده هسيبها دقيقتين
وحطي عليها، وبعد كده نكمل اللي احنا الاكله بتاعتنا. حبايب قلبي انا هعمل امله البايركس ده، فهاخد نص المكرونه اللي هتتحط من تحت اقلبها بكبشتين، كبشتين كده شايفين بشاميل، واقلبها تمام، وانزل بيها على اهو، انزل بيها في البايركس كده بتاعي كلها كده، بتبقى غرقانه كده مع بعضها بالصوص بتاعي. بعد ما رصيتها كده طبقه رقيقه، ما تكونش تخينه علشان ما تبقاش سمك المكرونه كتير وتاكلي مكرونه بس. بعد كده تنزلي معاهم بالخليط بتاعنا. الجزء اللي انا هحطه في البرام من فوق اهو، قلبت عليه برده معلقه بشاميل وبنزل عليها برده اهي، وبعدين افردها. حبايبي بكمل بقى البشاميل على الوش كده اهو تمام. حبايب قلبي بعد ما رصيت البشاميل على الوش، رحت حاطه زيتون كده زي ما انت شايفه، عندك زيتون عندك فلفل الوان، بصي بدعي مطبخك وانت حره فيه، حطي فلفل الوان اخضر اصفر احمر، حطي زيتون اخضر زيتون اسود. بعد كده اخر حاجه بتحطيها معلقه الموتزاريلا اللي انت شايفاها دي، بتدي لون ذهبي. بعد ما بتطلع من الفرن هحطها في درجه حراره 180 هتقعد معايا نص ساعه، وابص عليها علشان ما تتحرقش مني، واطلعها وما تطلع اوريها لك. حبيب قلبي عملتهم في الفرن اهو، عملت الصينيه الاولانيه وطلعتها والصينيه الثانيه، وجربيها وان شاء الله هتعجب كل اخواتك وحبايبك وولادك. وان شاء الله ما تنسينيش في كومنت بسيط وفي اعجاب وقلب. وشكرا لكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.